الترند بيقولك ان هي ماري ميد تشيكن، بس هي اصلا فراخ بصوص خطير بتتقدم مع رز او مكرونه. كنت عملتها لكم زمان، بس قبل ما تكون ماري مي كانت تاسكن كريمه تشيكن من بلد تاسكن في ايطاليا. انا عاشقه ليها، لازم تجربوها، اعملوا لها سيف. الترند بيقولك لما تعملها بقى حد يتقدم لك ماري مي بقى، طبعا الكلام ده ما تصدقوش. هنتبل الفراخ بملح وفلفل بس، دي صدور فراخ فيليه، واحط مكعب زبده كده حلو يسيح، ومعاه توت زيت بسيط عشان الزبده ما تتحرقش. هننزل بقى الفراخ وبعد كده هنقلبها الناحيه التانية لحد ما تاخد لون، وتاخد لون من ناحيتين، ونشيلها على جنب. نحط 3 فصوص توم كبار مفرومين. نزلت عليها نص كوبايه كريمه ونص كوبايه حليب، تقدروا تحطوا كريمه كلها لو انتوا عايزين، معلقه صغيره بابريكا مدخنه، ومعلقه صغيره ايطاليان سيزونينج اللي هي البهارات الايطالي، ونقلبهم كويس قوي. ومعلقتين كبار جبنه بارميزان اللي هي بارميجانو او موتزاريلا او من غير خالص، بس هي بتقل الصوص. وسبانخ اللي هي بيبي سبينش متقطعه، ممكن تحطوا اي سبانخ. زودت كمان ربع كوبايه حليب، حسيت ان هي عايزه صوص اكتر. نزلت الفراخ عليها وسبتها تبقبق كده وتاخد وتدي بشكل ودي، ومفيش احلى من كده. عايزه اقول لكم بقى، لا تاسكن كريمه تشيكن ولا ماري ميد تشيكن، هي من الاخر فراخ بصوص قمرس كده، تتعاكس من حلاوتها وتجنن مع الرز او المكرونه زي ما قلت لكم. عايزه اقول لكم لو ما بتحبوش كمان السبانخ مش هتحسوا بطعمها تماما، وتاخدوا فايدتها. ضحكت على الولاد واكلتها لهم. جربوها وقولوا لي بقى هتسموها ايه. وبون ابيتيتو.